انا خفت من التحكيم ضد الفريق الوطني. على الكاف تحمل مسؤوليتها، لانه هذا المنافسه الكبيره تاع القاره لازم يبدو بانها انا نقول لك حاجه، انا ديجا فشلت. قول لي علاش؟ كي سمعت الاربيتر هذا صحيح المقابله الاولى حكم هو اسكو سي نورمال بيير درنا تظلم، درنا تظلم 33 عام الشاره الدوليه منذ سنه 2008 ودار لنا مشاكل في الدوره السابقه باش تكات به السنغال ومع بوركينا فاسو ضيع لنا ركلتي الجزاء وعطاهم هدف ايضا وحسب هدف تسلل لبوركينا فاسو واشتكينا به وتم لحد الان عطاوه لنا في المباراه الاولى. يعني سيتي بروفوكاسيون ياك اللي تعكر جو المنافسه، يعني تمنح اللي ما يستحقش يفوز الفوز. حث الناس، هل يوجد ما يمنعنا من التتويج بكأس افريقيا؟ عندك كل الظروف المواتيه في رايك؟ حكيم قبل هذه المقابله المهمه كما قال الشيخ، مقابله لا تقبل القسمه على اثنين، لازم نبداو الكان هذه بفوز باش نمحيو هذيك العقده تاع النكستين السابقتين. هكذا قبل ما نتكلم على المقابله من جانب التقني ونجاوب على السؤال تاعك، انا كجزائري حور كما يقولوا ما نقدرش نجوزها هكا، ما نقدرش نسكت. على بالك على بالك باللي صارت حاجه، بالك الجمهور ما على بالوش، بالك الناس ما حبوش يهضروا عليها. سبحان الله، نفس الشيء اللي حدث في 2019 بين الفريق الوطني كان على موعد الرحيل الى مصر، خرجت بعض الاصوات وين تكلموا على اشياء كاذبه، قالوا باللي جو النساء الى مركز سيدي موسى هكذا باش يديستابيليزيو ليكيب ناسيونال. مشات هذيك، رحنا وجبنا لا كوب دافريك، نفس الشيء حدث في بواقي. وسبحان الله، حبيت نعرف، عندك منتخب متميز في الاسماء، عندك لي دوبلور، عندك كثير من الاسماء الجيده، البدائل، عندك مثلا لاعب اساسي لاعب احتياطي، وش يخصنا؟ انت طرحت سؤال هذا وش يخصنا وانا كنت نحوس عليه باش نقول لك ما يخصناش. ما نجموش نقولوا ما يخصناش، حنا يخصنا نقولها اليوم غدوه وغير غدوه، يخصنا مدرب اللي يعرف يدير التشكيله. هذا واش يخصنا الفريق الوطني، لاعبين كاين. قاسي كريم لا؟ نعم راك قاسي. نهضروا على الانتيري تاع الفريق الوطني، والله ماني قاسي، والله ما نعرفه، والله ما خدمت معاه، والله ماني كونتر عليه. انا اللي يجيب البلوس الفريق الوطني. نهضروا على المنتخب تاعنا، حنا الجزائريين ماذا بيا انا يجيب كوب دافريك، ماذا بيا الجزائر تحمل اللقب، باسكو عندنا دي جوار، باسكو عندنا دي تيران اكسترا اوردينير ماناش راح نلعبوا في لافريك. شافوا يوم امس المباريات تشكيله المنتخب، قالوا انه عندك اسماء لامعه بين قوسين، لانه عندك الكثير من الاسماء اللي تقدر تخلق لك الفارق في كل المناصب. ولكن يتحدث الناس، هل يوجد ما يمنعنا من التتويج بكاس افريقيا؟ عندك كل الظروف المواتيه في رايك؟ حكيم قبل ناس مصطفى لا مازال لا راني الجماهير الان وين بدات؟ هذا وين دخلوا لنا؟ بدايه عطينا لهم 9:30 يبداو يدخلوا ديورهم. لا السؤال اللي السؤال اللي طرحته لك، تشكيله الخضره عندنا اسماء كثيره واسماء لامعه، هل يوجد شيء يمنعنا من التتويج لانه جاي للجماهير؟ شوف نولي لتوظيف اللاعبين. عندك انت بار اكزومبل عندك مؤسسه، عندك دي زانجينيور، ياك ما تعطي لهمش لي زوريونتاسيون باش تنحي لهم هذيك لي كومبيتونس تاعهم. المشكل في التوظيف برك. بيان سور عندنا دي جوار دو نيفو يقدروا يصنعوا لك الفارق. شوف الفريق الوطني كي توضعوا في ظروف جيده تاع المنافسه والاقامه وما يشبه ذلك، على بالك باللي لي جوار رياجيس بيان. شفناهم في الحصه تحت امطار غزيره، شفت كيفاش كانوا الاجواء كانت حماسيه. صحيح. كانت هذيك الشحنه بين ان شاء الله هذيك الشحنه هذيك الحراره نشوفوها مع السودان ان شاء الله. كما قال الشيخ بورايو المقابله الاولى مهمه. المدرب لديه من الخيارات ما تجعله يسعى مشاكل. قلت حاجه انا خفت من التحكيم. ما رانيش نقول لك ضد الفريق الوطني وحده برك، انا خفت التحكيم هذا